صورت صور وما كانت عرفانة إنه هالصور رح يكونوا أكبر كابوس بحياتها. سنة 2007 بمدينة دمشق وتحديدا بحي بابتومة كان في صبية أول طلعت عمرها 17 سنة. هي الصبية كتير حلوة. طلبوا منها بالمدرسة مشان الثانوية إنها تتصور صور جديدة. راحت على المصور الموجود عندهم بالحارة. هذا المصور كان معروف إنه مو ظابط، هو ابن لواء بالجيش. بعد ما صورها هذا المصور هو عم يطلع لها الصور بلش يتقرب منها ويتحركش فيها. البنت ما قبلت هالشي على حالها، البنت مرباية. ضربته كف ووزعت عليه وطلعت من المحل. هذا الشاب لقاها كبيرة بحقه، ما قدر يتحمل هالشي. تاني يوم الصبح هي ورايحة المدرسة لحقه وعرف في أي مدرسة بتدرس. بعد الظهر وقت اللي طلعت من المدرسة وقفها بالطريق، قال لها أنا صورك اللي تصورتيهم امبارح ليكون عندي. قالت له طبيعي، ما أنا ما أخذتهم امبارح وقت قلعتني للمحل بعد ما عملت اللي عملته. قال لها لا، إنه مو الصور اللي تصورتيهم، هي صور أنا فبركتها وعملتها. طبقت لك صورك على أجسام بنات عارية وبدي ورجيهم الصور لأهلك وأفضحك بالحارة وخلي أهلك يذبحوكي. طبعا بهذاك الوقت ما كان في مثل هلا أدوات تقدر تعرف الصور المفبركة، والعالم أساسا ما كان عندها إلمام بالتكنولوجيا بوقتها. البنت خافت بطبيعة الحال وقالت له شو مطلوب مني إني أعمل؟ قال لها ما بدي منك شي، بدك تطلعي معي مشوار بنتغدى بعدين بنروح نشرب فنجان قهوة وبشق الصور قدامك وكأن شيئا لم يكن. البنت خافت وكانت واثقة إنه أهلها ما حيتفهموا الموضوع، لهي قررت إنها تروح معه. بالفعل ركبت معه بالسيارة وعلى أساس رايحين على المطعم، بس غير الطريق وراحوا من طريق تاني، وتحديدا راحوا على منطقة النبك على طريق حمص. راح من طريق صحراوي وهنيك وقف في السيارة ونزلها وحاول إنه يتحرش فيها مرة تانية، بس البنت صدته وصارت تضربه. وقت اللي شاف هيك مرة تانية كمان ما قبل على حاله، طلع من جيبته سكين ونحر البنت. بعد ما نحرها اعتدى عليها، بعدين حفر حفرة ودفن فيها البنت ورجع على محله وبعدين راح على بيته وكأن شيئا لم يكن. أهل البنت بلغوا إنه البنت لهلأ ما رجعت. بعد أسبوعين كان في راعي هو والقطيع تبعه معه الكلب بهديك المنطقة وعم يرعوا. الكلب تبعه صار ينبش بالتراب وسحب شي. الراعي ركض وشاف شو سحب، لقى إنه سحب جثة. بلغ الشرطة وجو شافوا هي الجثة لمين وعرفوا إنه هي جثة منى، لأنه عندهم المواصفات اللي أعطوهم إياها أهلها. بلشوا تحقيق بالقضية وحققوا مع الراعي وعرفوا إنه الراعي ما له دخل. بعد فترة قصيرة الضابط المسؤول عن القضية يفوت على غرفة واحد من العناصر، بيلاقي عنده المصور. بيقول له أنت شو عم تعمل هون؟ بيقول له إنه والله في قضية جريمة قتل بنت عنا بالحارة اسمها منى وجاي أشوف شو صار معكم. قال له بصفتك مين جاي تشوف؟ قال له أنا باللواء الفلاني. شي بهوي طبعا، بزمن النظام القديم كان عنا كتير هيك شي. نبه على العنصر إنه ما بتعطوه أي شي وما بتقولوا له أي شي، وهذا كلياته سري، وطلعوا من الفرع. بعد يومين ثلاثة بيجي الضابط المسؤول وبيلاقي إنه لساته عم يتردد على الفرع، فبيجيب العنصر بيقول له أنا هذا شاكك فيه. بيقول له للعنصر بتروح لعنده بتقول له إنه نحن عرفنا مين القاتل، قدرنا نعرفه عن طريق دواليب سيارته لأنه مطبوعين على تراب، واليوم المساء بعد الساعة 12 بدنا نروح نقبض عليه. والله العنصر حمل حاله وراح لعند الشاب وخبره، قال له هيك القصة. والله هذا المصور ما كذب خبر، طلع من الفرع ركب سيارته وبشه على المطار سافر على مصر. تاني يوم اجى الضابط المسؤول وقال له للعنصر وينه المصور اليوم ما اجا؟ قال له والله اليوم ما اجا. قال له اتصل لك انا عنده على البيت شوف لي اياه وينه واستدعي. اتصل على البيت وبيبلغوا اللواء اللي هو ابوه للمصور انه ابنه جا شغل بمصر وسافر لهنيك بشكل ضروري. بيطلب من العنصر انه يستدعي اللواء. اللواء بيجي على الفرع الامن الجنائي بباب مصلى وبيقول له انه ابنك متهم بجريمة قتل وهو المتهم الوحيد وثابت عليه التهمة يعني، ولازم تستدرجه وخليه يجي على الشام، يا اما رح تتوقف انت محله لانه ابنك كان يستخدم النفوذ تبعك. بالفعل بيتصل بابنه وبيقول له انه تعال وانا رح ظبط لك الامور ونفوذي انا واسع وبقدر طلعك منه مثل الشعر من العجين وما بتنام. والله المصور اكل المقلب وحمل حاله ونزل والقوا القبض عليه بالمطار فورا. بالتحقيقات تبين انه كان اساسا مبتز حوالي 30 بنت وقاتل 3 بنات تانيات ودافنهم بنفس المكان. بعد ما سجلوا كل الاعترافات صدر حكم الاعدام بحقه وانعدم ب 2008. هي قصتنا لليوم، وبتمنى من الشباب والبنات اللي سمعوا القصة إنه إذا صار معكم حادثة ابتزاز أو صار معكم هيك شي بلغوا أهلكم وبلغوا الجهات المعنية، هن بيقدروا يساعدوكم، لا تخبوا شي.
لأنه أي غلطة فيها حياتكم. سلام.